تعالى اقول لك على سر خطير هيخلي الكرنب معاكي يستوي يبقى طري وجميل جدا جدا، وما يشدش معاكي وما يجلدش، وهيبقى زي الزبدة وهيبقى جميل جدا جدا. وكمان ممكن تخزنيه ويقعد معاكي من السنة للسنة. مش قادرة اقول لك حلو، طريقة جميلة جدا جدا، جربوها ان شاء الله تعجبكم. إيه دي كرنبايه، انا جبتها بقى كده وايه، وغسلتها كويس جدا طبعا من بره الاول. وبعد كده بقى اشيل الراس بتاعتها عشان اعرف ايه، اعملها اقطعها معاكم بطريقه سهله وبطريقه بسيطه جدا جدا. دلوقتي انا بحب اسلقها كده، بحب اسلقها بالطريقه دي كده، مش بحب احطها كلها في الحل. لان صراحه انا بفضل الطريقه دي تبقى اسهل. اطلع الورق كله كده الاول، وبعد كده بقى ايه برص الورق كده على بعضه زي ما انت شايفه كده. واكون طبعا حاطه ميه بتغلي كويس قوي قوي جدا. التكايه بقى ما تحطيش في الميه ملح ابدا 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 ابدا. ما تحطيش ملح في الميه ولا اي حاجه خالص. هتحطي بس ربع معلقه سكر بس، مش هنحط غيرها. وهنبدأ بقى كده ننزل بالايه، بالكرنب بالطريقة دي كده. السكر طبعا بيحافظ على لونه، يخليه حاجة كده ما شاء الله جميلة جدا، وطعمه بيبقى مسكر وحلو. الملح طبعا بيخليه يشد معايا. ولو خزنته كمان في الفريزر بيبقى طعمه مش قادرة اقولك يعني. بيشد كده، الرز بيستوي، الورق مش بيستوي، الكرنب نفسه مش بيستوي. إيه دي طريقة برضو تانية، لو انتي حابة بقى تحطي الكرنباية كلها مرة واحدة حطيها. هنحط طبعا الجنب اللي فيه العروق الأول، هي اللي هنحطها من تحت. وبعد كده بقى هتبصي هتلاقي الورق كله بينزل معاكي في الحلة. تبدأي بقى تسلقي ورقة ورقة وتطلعيه بقى. طريقة التقطيع سهلة جدا جدا. هنقطعه بالطريقة دي كده، هنلفه رول كده. هلف الورق رول كده، هقطع طبعا العرق الناشف اللي بيبقى فيها ده. وبعد كده هلفها رول وهبدأ بقطعها وارصها بالطريقة دي كده. انا مش بحب اقطع الورق على بعضه كده، لا انا بقطعها بالطريقة دي. وانا باجي بقى احشيها بتبقى الطريقة سهلة جدا جدا. هقول لكم برضو هحشيه ازاي بطريقة عاملة ازاي، سهلة وحلوة قوي قوي. وكمان لو جربتوه هيعجبكم جدا. ممكن بقى تعمليه كده وتحطيه في اطباق، هيقعد معاكي فترة كبيرة جدا جدا في الفريزر. دي الطريقة بقى اللي انا بحشي بيها. بسيب الورقة زي ما هي طويلة كده زي ما هي، وابدأ بقى اعمل كده على قد الصبع اللي انا عايزاه كده، واقطع وارص بقى كده في الحل بس وخلاص. ده بقى كان خلاص، قربت بقى اخلص كله. ما شاء الله ما شاء الله، كرومبتين عملوا معايا كمية حلوة قوي. هعمل منهم كمان، هحشي منهم في نفس اليوم اللي انا سلقته فيه. وكمان هحطه في الفريزر، هيقعد معايا فترة حلوة. ينفع معاكي في رمضان، ينفع معاكي طول السنة. حلو قوي الكرنب طبعا بتاع الشتا، انتوا عارفين بيبقى طعمه عامل ازاي. جربوه ان شاء الله.